خلاصة الجولة 15 في كبسولة نلف عليها سريعا، نشوف ايه اللي حصل ونشوف ايه اللي ورانا واحلى هدف والكلام ده. ولكن في البداية دايما بذكر نفسي ان احنا ندعي لاهلنا في فلسطين بالنصر بالحفظ وربنا يعني يحفظهم وينصرهم ويعني يهدئ روعاتهم، وربنا يعني ينصر كل المستضعفين في كل مكان، وربنا يعني على الظالم في كل مكان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ده في البداية لازم اذكركم واذكر نفسي. الجولة ال 15 من الدوري الايطالي الموسم 2023-24. طبعا ماتش نابولي يوفي او يوفنتوس مع نابولي، طبعا الحمد لله فوز يعني بهدف جاتي. يعني ارجعوا للملخص الخاص بالماتش فمش هتكلم عليه، ولكن الماتش اللي بعديه بنتكلم على اتلانتا ميلان 3-2 اتلانتا. كان جون مزيكا، وماتش مزيكا للاسف فاتني في كام ماتش اتلانتا ميلان وماتش الانتر اودينيزي للاسف فاتوني، ولكن لما شفت الهايلايتس واضح ان كان اثاره، جون هنا وجون هنا. ده طبعا في ماتش اتلانتا والميلان، ولكن الجون المزيكا والهدف العالمي اللي من المرشح ان يكون احلى هدف في الجوله، الجون بتاع الكعب بتاع موريال كان هدف مزيكا. فوز ثمين لاتلانتا يعود للفوز بعد تعثرات كثيره وتعثر اخر للميلان. يجي الانتر اودينيزي، واودينيزي اتفحت. يعني احنا قاعدين نقول ملك التعادلات يا عيني، انتر فحت. وواضح انه ماتش يعني الهايلايت واضح ان الانتر كان اكتساح وكان اداء يعني مش طبيعي، ويعني حسبنا الله ونعم الوكيل. والواحد يعني بيقول لي لو الانتر ما عندوش اخوات بنات، لا الانتر بامانه يعني عامل ماتشات كبيره واداء عالي بصراحه ربنا. الاجوان كلها يمكن احلى من بعض. الجون بتاع دي ماركو وجون لوتارو تحديدا كانوا هدفين جيدين. 4-0 يعني نتيجه كاسحه وعن استحقاق يعني اعتقد للانتر، ويعني قاعدين مستنيين اتعثر وان شاء الله اتعثر. ولكن طبعا عشان انا يوفنتينو انا بناقش عشان في ناس كتير يعني ايه ما تاخدش الامور بحمقى، ولكن يعني ان شاء الله باذن الله اليوفنتوس هو اللي يفوز بالسكودات. ولكن حق ربنا الانتر بيعمل كرة يعني عاليه جدا، وانا للاسف ما شفتش الماتش ده، ولكن من الواضح ان كان ماتش يعني هجوم كاسح. يعني نيجي بعد كده ماتش فيرونا لاتسيو 1-1. لاتسيو يعني بيضيع الفوز، يعني كان هدف لزكاني في الاول وبرده من احلى اهداف الجوله، وكان ممكن يعزز تقدمه، ولكن فيرونا اقتنص التعادل. يعني لاتسيو فعلا ضيع الفوز. 1-1 لاتسيو مع فيرونا. فروزينوني وتورينو كان 0-0، كان ماتش تعاوني. يعني تورينو ضيع كتير، ولكن واضح ان كان ماتش على الهادي خالص. يمكن كايو جورجي اللي يخصنا ضيع كرة كانت ممكن تقلب الماتش للفروزينوني وكان يعني يخطف الماتش، ولكن التعادل واضح انه كان عادل وكان ماتش هادي الى حد كبير. لكن عندنا ماتش مونزا جنوا، الجون بتاع مونزا جون ملعوب، وواضح ان هو كان فوز مستحق. وواضح ان مونزا ماشي بخطوات ثابته وحثيثه يعني في منتصف الجدول وبيحاول يقرب للمقاعد الاوروبيه. يعني بلادينو واضح ان عامل شغل كبير. وبالنسبه لجنوا كان دراجوزين برضو يعني كان يخصنا، يعني الاكس يوفنتينو ضيع التعادل، كان في فرصه انه ممكن يتعادل، ولكن في الاخر مونزا يفوز 1-0 على جنوا. سالرنيتانا بولونيا كان ماتش يعني بولونيا تقدم الاول بهدفين، هو زيركزي اللي داير في الهدفين متابعه في الاولى، والثاني كان ميس بوس خدمته الكرة ولكن هو استغلها بشكل جيد، فكان فوز واضح انه سهل لبولونيا. ولكن بعد كده سالرنيتانا جاب جون تقليص الفارق، جون ملعوب، ولكن لم يستطيع التعادل. وبرضه الشيء بالشيء يذكر يعني برضه بولونيا عامل شغل جامد مع تياجو موتا، ويعني هنرجع للترتيب، ولكن تياجو موتا بيحاول يعني يتأهل اوروبيا ويستمر الحلم. وفي كلام كتير برضه بعد ما كان في اشاعات عن انطونيو كونتي مع اليوفنتوس، في كلام كتير وكان اشاعات قديمه ولكن اعيد ذكرها من جديد ان تياجو موتا ممكن يكون في اليوفنتوس الموسم القادم بدل أليجري اذا كان أليجري لن يستمر. كده في ماتش روما فيورنتينا، كان ماتش بدايته توفيق كبير لروما، هدف جميل ملعوب ديبالا من ناحيه اليمين عملها بوش رجل الخارجي كده بشماله، راحت للوكاكو نزلها بدماغه وشاطها، كان جون جميل برضو. ولكن يعني بعد كده الموضوع تقريبا فيورنتينا كان هو اللي ماسك الكوره، كان عنده عدم توفيق. كان الحارس روي باتريسيو بتاع روما كان متألق بشكل كبير، وروما قلبت مصارعة كارتين حمر مستحقين، خاصة بتاع لوكاكو التاني يعني دخل قطع الشراب في الإعادة بالبطيء، قطع شراب فيورنتينا. فكان بصراحة يعني معرفش كان في عنف شديد، كارتين حمر أو طردين لروما. لكن هدف جميل جدا جدا لكويرتا لفيورنتينا، كان هدف برضو ملعوب جميل بالهد، كان شكله حلو جدا، هدف تعادل. ولكن لم يستطيع فيورنتينا أن يعني يفوز بالرغم من الضغط اللي كان مستمر في نهاية الماتش لحد آخر دقيقة. تعادل 1-1
1-1 بين فيورنتينا وروما. يجي بعد كده التعادل الاخر بين امبولي وليتشي 1-1. واضح ان هو كان ماتش متكافئ وتعادل عادل، وكان حتى سبحان الله تعادل في الاجوان يعني توفيق غير عادي، شوطه لليتشي في نص الجون تيجي بين ايدين الحارس وبين رجليه وتخش، كان توفيق غير عادي. وبرده الجون بتاع امبولي تعريضه تخبط في رجل المدافع، تعمل ديفلكشن وتخبط في العارضه والقايم وتخش جون. فكان سبحان الله حتى تعادل في الحظ. فواضح ان هو كان تعادل عادل بين امبولي وليتشي. كالياري ساسولو ده الغريب بقى، برضو كان ماتش غريب جدا واثاره غريبه وريمونتادا غريبه. يعني انا كنت بتفرج على الماتش ده، اتفرجت على الشوط الاول كان ساسولو ماسك الكره الى حد كبير ومتقدم 1-0. الشوط الثاني ما اتفرجتش عليه، ولكن من الهايلايت واضح ان كان في محاوله هنا وهنا، ولكن كان يمكن كالياري بيحاول اكتر لغايه الدقيقه يمكن 87 ولا 88 ساسولو جاب جون تاني واتلغى بداعي التسلل. ثم سبحان الله الاثاره والريمونتادا الغريبه في الدقيقه، يعني الوقت بدل الضايع دقيقه حاجه و90 و98 بالرغم من 7 دقائق في الدقيقه 98. يعني الاول هدف تعادل وبعدين هدف فوز يعني، ويمكن انا شايف ان هو جايز يكون احلى هدف في الجوله. هنتكلم على احلى الاهداف. بافوليتي دبل كيك جون عالمي في الدقيقه 98 وهدف الفوز لكالياري على ساسولو بعد ما كان ساسولو يعني قاب قوسين او ادنى من الفوز. ولكن كالياري يعني كانت مفاجاه بالنسبه لي، لان انا شايف في الشوط الاولاني ساسولو كسبان وكان متسيد الماتش الى حد كبير، ولكن سبحان الله يعني كره القدم وعجائبها، فكانت ريمونتادا كبيره وجميله لكالياري 2-1 على ساسولو. دي يمكن نتائج الجوله كلها. نرجع للترتيب، هو الانتر 38 نقطه، يعني اتقي الله شويه انتر بقى، يعني كفايه كده. ولكن الحمد لله اليوفنتوس عدى من موقعة نابولي بسلام، 36 نقطه في المركز الثاني. ميلان في المركز الثالث ب 29 نقطه بعد التعثر امام اتلانتا. وروما يعني يطلع للمركز الرابع ب 25 نقطه. وبولونيا في المركز الخامس ولكن بنفس عدد النقاط مع روما ب 25 نقطه. نابولي بعد الخساره من اليوفنتوس يبقى في المركز السادس ب 24 نقطة. وفيورنتينا في المركز السابع ب 24 نقطة، نفس عدد نقاط نابولي بعد التعادل مع روما. أتلانتا في المركز الثامن بعد الفوز على ميلان ب 23 نقطة. مونزا مركز تاسع 21 نقطة بالتساوي مع لاتسيو اللي في المركز العاشر ب 21 نقطة برضو. تورينو مركز 11. تورينو تقدم شوية في نص الجدول بعد التعادل والفوز اللي فات يعني، ولكن يعني في 20 نقطة في المركز ال11. فروزينوني مركز 12 ب 19 نقطة. ليتشي مركز 13 17 نقطة. جنوة المركز ال14 15 نقطة مع ساسولو بالتساوي في النقاط المركز ال15 ساسولو ب 15 نقطة. كالياري 13 نقطة في المركز ال16. وأودينيزي في المركز ال17 ب 12 نقطة بعد الخسارة الكبيرة من الانتر بنفس عدد التساوي مع امبولي. أودينيزي بيقرب من مراكز الهبوط، يعني امبولي 12 نقطة برضو في المركز ال18. وفيرونا 19 المركز ال 19 يعني ب 11 نقطة. وسالرنيتانا متزايل الترتيب كالعادة ب 8 نقاط. لو نيجي نتكلم على أحلى هدف، بصراحة في كذا هدف يعني. من أول هدف جاتي كان هدف حلو جدا، لهدف زكاني بتاع لاتسيو كان هدف حلو جدا، لطبعا هدف موريال اللي بالكعب، يعني يمكن ده من الأهداف اللي علقت معايا جدا. مع طبعا في أهداف انتر اغلبها كلها، وخصوصا جون دي ماركو الاول وجون لوتارو، يعني برضو الجون بتاع لوتارو حلو جدا بصراحه. الجون لوكاكو جميل، وجون كويرتا بتاع فيورنتينا. يعني في اهداف كتير جميله الاولى دي. ولكن انا من وجهه نظري يعني لو هنيجي نصفي بين احسن 3 اهداف بالنسبه لي، بافوليتي الهدف كان في الوقت القاتل، وجون ضربة مقصية دبل كيك يعني من نفس الرجل اللي قام بيها هو اللي شاط بيها فيرست تايم في زاوية. يعني بصراحة ربنا أنا جون بافوليتي يمكن أحلى جون في الجولة بالنسبة لي. يليه جون موريال برضو في الوقت الضايع مع ميلان بالهدوء والرسو والهداوة والدلع وبكعب رجله، جون كان مزيكا. يعني الاثنين دول اكتر هدفين بيشدوا مع بعض. وان كان يعني بافوليتي يمكن كان فيه مهارة وكان مضغوط عليه اكتر، ولكن برضو موريال يعني مش قادر. يقولوا لي رايكم ايه. وبرضو هدف زكاني كان حلو وهدف لوتارو حلو. يعني في يمكن الاربع اهداف دول اكتر اهداف للجولة. ولكن يمكن بافوليتي وموريال الاثنين يعني نك تو نك. يمكن يعني طفيفا لو احنا جنبنا كلام ان احنا بنلعب الميلان وان الهدف في الوقت الضايع، ولكن ده برضو الوقت الضايع المهارة كان يعني بافوليتي جون جميل جدا، وجون موريال برضو رايق جدا. انا بصراحة عايز اعرف رأيكم، مش قادر اختار بينهم يعني. الاثنين هديله مركز اول ومركز اول مكرر بالمناصفة، يعني مش قادر اختار
احلى هدف اكتر من كده. عايز اعرف رايكم، هل الجونين دول ولا في جوان تانية احلى بالنسبه لكم؟ يا ريت تسيبوا لي في التعليقات، عايز اعرف رايكم. ونيجي نتكلم على بقى ماتشات الجوله ال16. عندنا هنبتدي برضو يوم الجمعه، اليوفنتوس بقى اختصاص يوم الجمعه هيلاعب جنوا في جنوا، يعني هيلعب بره ارضه مع جنوا. ماتش يعني جنوا وكالياري دايما ما اعرفش ليه من الفرق، وبولونيا الفرق اللي بيلبسوا ازرق واحمر دول، يعني ما اعرفش ليه دايما من زمان بنعلق معاهم، فربنا يستر يعني. ماتش ربنا يستر. بعد كده يوم السبت هيكون في 3 ماتشات، ليتشي مع فروزينوني، يعني ماتش متكافئ الى حد ما. نابولي مع كاليري ممكن يكون ماتش سهل على نابولي، ولو ان كاليري طالع بالانتشا من الريمونتادا اللي عملها مع رانييري، فجي جايز يعني يعلق مع نابولي، نتمنى ان ده يحصل. تورينو امبولي ماتش برضو متكافئ الى حد كبير. نيجي بعد كده يوم الاحد في ماتش ميلان مع مونزا. الماتش ده هيكون يعني ماتش برائحه الاساس يعني جالياني وكده، فيعني مونزا ما اعرفش هيفوت الماتش ولا هيعلق مع ميلان، هنشوف ايه اللي هيحصل. ولو ان اعتقد ان ميلان ممكن يعمل ردة فعل قدام مونزا بعد خساره اتلانتا. فيورنتينا مع فيرونا، يعني ماتش ممكن يكون سهل للفيورنتينا، ولو ان يعني فيورنتينا ساعات بعد الماتشات الكبيره بيقع. اودينيزي ساسولو ماتش متكافئ. هل اودينيزي هيستفيق كل الفرق اللي هم حبه فوق وحبه تحت؟ وان كان اودينيزي ملك التعادلات، ولكن ساسولو بعد ما انتشى بالفوز على يوفنتوس والانتر من ساعتها هو في الحضيض. فهل هي هم الاثنين في الحضيض وهيتعادلوا، ولا اودينيزي ولا ساسولو؟ ماتش متكافئ الى حد ما. بولونيا مع روما، اعتقد ده ماتش هيكون ماتش جميل، لان دلوقتي دي من ماتشات التاهل للمراكز المؤهله لاوروبا. فيعني بولونيا مع تياجو موتا عامل شغل جامد، وروما برضو رجع لمستواه ودخل في المراكز الاولى، فده ماتش برضو هيكون يعني يستحق المشاهده، وهنشوف ايه اللي هيحصل فيه. لاتسيو انتر ماتش طبعا المفروض قمه الجوله، ولو ان ساعات لاتسيو بيبقى مفوت، وانتر بصراحه طوفان حاليا، فورمه عاليه، يعني عامل اكتساح، فالله اعلم ايه اللي هيحصل في الماتش ده. نختتم الجوله في يوم الاثنين كالعاده، بنبتديها الجمعه ونختتمها الاثنين الايام دي. فاتلانتا مع سالرنيتانا، المفروض يكون ماتش سهل لاتلانتا، ولكن اتلانتا غير متوقع الى حد كبير. دي كانت كبسولة الجولة وأحلى هدف والماتشات اللي جاية. أول مرة يشوف القناة دي قناة مش بس عن الكورة، لا بنتكلم على الطب وكلام عام، فبصوا على القوائم، يا رب تكون قناة ممتعة ومفيدة. ولو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. قبل ما بمشي دايما بقول لكم وبذكركم وبذكر نفسي ان احنا ندعي لاهلنا في فلسطين بالنصر وبالحفظ، ويعني والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. وندعي لكل يعني المستضعفين في كل مكان في الارض، ربنا يحفظهم وينصرهم، وما بدونش غير حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان. ربنا يدينا العمر والصحه، ونتقابل على خير الماتش اللي جاي او اللايف الجاي او الملخص اللي جاي. واقول لكم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.